البنات السلام عليكم. نتمنى ان شاء الله هذا الفيديو يلقاكم بصحه جيده وفي احسن الاحوال. اليوم غادي نشارك معكم واحد الكيك اقتصاديه كتجي لذيذه. المقادير ديالها بسيطه. ندوزو المقادير والطريقه ديال التحضير. عندنا هنايا كاس ديال عصير الحامض، كاس ديال السكر سنيده، 4 كاس ديال الزيت، عندنا 3 البيضات الا كانوا صغار، كانوا كبار كنديروا 2، عندنا الدقيق حسب الخليط، وعندنا 4 ديال التفاحات. صافي نديرو السكر هو الاول، كنضيفو عليه داك 4 كاس ديال الزيت باش ما ديناش الكيكه ميدمه بزاف، غير 4 كاس راه كافي. صافي كنديرو فوق هنا 3 البيضات، كيف لكم الا كان كبير كنديرو غير 2، كان البيض صغير كنديرو 3. صافي وكنحركو هاد المقادير ديالنا غير هكا، غير باليد هكذا. الكيكه ديال التفاحه البنات راه كتجي لذيذه بزاف. وقت التفاح هذا علاش ما نستغلوش. صافي هنا كنضيفو داك الكاس ديال العصير ديال الحامض راه كيتواتى مع التفاح كيجي زوين. صافي هنا غادي ناخذ داك القشره ديال داك الحامضه اللي عصرت، غادي نحكها بلاصه الفانيل. ما عنديش الفانيل، حكيت هاد القشره حتى هي كتجي زوينه. صافي انا كنضيف الدقيق شويه بشويه، ما كنضيفوش كله في خطره. الدقيق قلت لكم على حساب الخليط. كندير تقريبا نصف الكميه اللي غادي نحتاج، كنخلطو هكذا مزيان وكنضيف 2 خمارات، ومن بعد عاد كنكمل الدقيق، لانه لا صافي وصلت داك القياس اللي بغيت سميتو ديال الخليط وعاد زدت الخمارات كتزيد كتقال اكثر. والكيكه الا كانت ثقيله راه كتجي كتجينا بحال الخبز، كتجي مدقسه، خاصها تجي ما ثقيله ما خفيفه. صافي هنا ضفت 2 خمارات ديالنا. انا بالي باقي خصها الدقيق، صافي غادي نزيد ليها. نزيد ليا تقريبا شي 200 غرام ديال الطحين. انا حصلت هنا القوام اللي بغيت، غادي نديرها تكون ثقيله ما تكونش خفيفه بزاف، باش ملي نديرو فوق من التفاح ما ينزليش داك التفاح لداخل، يبقى الفوق. صافي هنا كنحطو على جنب. كناخدو داك التفاح اللي عندنا كنقسموه، كنقطعو قطع شرائح رقيقه. ما كنقطعوش على بحال الشكل غادي ناكلو، ما كنقطعوش على الطول، كنقطعو على العرض. كنقطعوش قبل ما نخليوه، لانه التفاح كيكحل، كنعرف انه كيتكسد كيولي كحل، حتى تنعجنو ونساليو عاد كنقطعوه. صافي هنا خديت هاد اللاطه فاش غادي نديرها. صافي دهنتها بالزبده، درت لها شويه ديال الدقيق. صافي وغادي ندير فيها الخليط. كيف كتلاحظوا ها هو راه ماشي خفيف، ثقيل شي شويه. كيكه راه كطلع البنات راه كتجينا عاليه، واخا بان لكم الخليط غير شويه راه كتطلع. صافي هنا غادي نبدا نضيف داك التفاح. كان قطعته رقيق باش ما يهبطش، وعاد العجين درتها الخليط درتو عاوتاني ثقيل باش ما يهبطناش التفاح لتحت. صافي كندور مع الجناب ديالها كامل بحال هكذا. صافي حتى سنكمل. كيف كتجي ساهله اقتصاديه وسهله في التحضير. كل المنظر ديالها كيجي زوين، والمذاق ديالها حتى هو كيجي زوين. فهاد الاثناء هادي البنات انا راه دايره الفران باش كيسخن، ضروري يسخن باش ما كتعطليناش فيها التفاح. الا تعطل غادي يهبط لينا لتحت،
باش غير كنسالي صافي كنخشيوه في الفران، كنشعلو ليها غير من التحت وكنخليوها طيب. كتبان شدات راسها ديك الساعات كنشعلو ليها من الفوق، هنا ضفنا لها شويه ديال السنيده من الفوق باش غادي تعطينا واحد اللون ذهبي. الا عندكم الفاني غادي ديروا واحد الساشيط الفاني من الفوق حتى هو كيجي زوين. انا ما عنديش، درت غير السكر سنيده ودرت شويه ديال القرفه. القرفه راه هي مع التفاح كتجي زوينه. صافي ندخلوها للفران تقريبا 20 دقيقه راه كطيب. هو الشكل ديالها كيف جات، هي جات ذهبيه البنات، جات زوينه بزاف، ريحتها كتشهي. صافي انا غادي نقلبوها ما حتى باقا سخونه باش ما تلصق ليناش. الشكل ديالها كيفاش جا. صافي هنا كندهنوها، بغيتي دهنيها بالكونفيتير، بغيتي دهنيها بالعسل، انا دهنتها بالعسل. بغيتي تزيدي تزينيها بالفوق بشي حاجه كتزيدي، ما بغيتيش صافي تكتفي فيها غير بحال هكذا. وهذا هو الشكل النهائي اللي حصلنا عليه. كتجي البنات راه كتجي من الفوق مقرمشه زوينه، من الداخل كتجي هشيشه. وكان هذا هو الفيديو ديال اليوم، نتمنى تقبلوا عليا وما تنساونيش من التعاليق ديالكم الزوينه. قطع معكم واحد الطريف. قلت لكم البنات راه كتجي مقرمشه من الفوق وكتجي من الداخل خفيفه. واللي باقي معايا حسال هنا كنقول لكم شكرا لكم، نتمنى نكون عند حسن الظن ديالكم. الى اللقاء في فيديو اخر باذن الله.